لابد من تقليص عدد الأخطاء، لأن أي خطأ سيكلف غاليا، أي خطأ يساوي هدف في مرمانا، هدف في مرمانا معناه أن حظوظنا ستبقى ضئيلة. لذلك نتمنى نشوف منتخب مغربي بصورة أفضل، منتخب مغاير لما رأيناه في دور المجموعات، انطلاقة أخرى. صحيح سيكون الضغط كبير على المنتخب المغربي في ظل الظروف اللي تكلمنا عنها، خاصة عامل الإصابات. هذه تشكيلة المنتخب المغربي، هذه الأسماء الخمسة التي ستبدأ مع ضربة البداية: عبد الكريم أنبية، سفيان بوريد، إدريس الرايس الفني، أنس العيان، سفيان المسرار. بالمقابل المدرب فهيد شمس صافي يبدأ بالمباريات. هذا طبعا يزيد وجه كل التوفيق إذن لوصول القاعة. هذه التسديدة لكن وبالتالي تصعب المهمة في هشام دقيق قال بأنه ممكن نغير كوز الجيد. انس يحاول يراوغ، انس يحاول يراوغ في مكان صعب، بالتالي لازم نركزوا على هذا السلاح في بعض الاحيان. والهدف الاول الهدف الاول توريكا محمد ديرخاتشاني مرتده فائدة المنتخب الإيراني. مرت سلامات صعبة هذه ممتازة للرايس، الرايس سدد يا الرايس. شعراوي وسط 3 لاعبين، شعراوي صعبة حسين يسدد، ولكن عبد الكريم اللي قال هشام دقيق سيلعب عليها كثير الكرات. لا يجب التسديد، أول تهديد من جانب منتخب المغرب. ممتاز بوريت والكرة تمر جانبية. أول فرصة للمنتخب المغربي، تقدم هنا عثمان بوميسو الهدف. هدف. نعم، التعادل ياتي سريعا عن طريق خالد بوزيد، لكن عمل رائع وجملة ناحية لاعب عثمان بوميسو يحاول والدافع يكون حاضر، والحافظ بوزيد يبحث عن بوميسو يخرج. هذه صعبة. برافو قاطع الكرة هنا في الوقت المناسب في المكان. محمدي باقر في مكان صعب، هذه كرة والتسديدة. برافو خالد، برافو بوزيد، عامل الرجل اللي حقيقة. بينما الكرة الأمامية هنا في المحافل القارية والعربية وكذلك الدولية، والرايس الفني والرايس مسرار، وخطيرة هذه الحمد لله مرت سلامات، الحمد لله. وصلت إيرانية، حاول يسدد كرة إذا جاتك الفرصة سدد، إذا جاتك الفرصة لا تتردد في التسديد. يلعب هذه الكرة، ممتاز سفيان المسرار، رائع ردة الفعل المسرار، الكرة تضرب في القائمة، يجب أن نبني عليه. الكرة الأمامية لرأس المنتخب الإيراني، يسدد يا الشعراوي والتسديدة. يا الشعراوي لعبت هذه الكرة بعيد، أطول قامة في المنتخب المغربي. كرة طولية، الشعراوي بالراس. صحيح اللاعبين الإيرانيين عندهم قامات من المرور، والرايس الفني هو الرايس ضايق على أنس العيان والمسرار اليسرى، يضغط خالد بوزيد. برافو مر، لكن لازم تزيد في السرعة، لما عملت المراوغة كان لازم هنا. أول لقاء في ربع النهائي، البرازيل تنتظر المتأهل عن هذه المواجهة. هنا خالد بوزيد، نحن في غرور. وبوميسو، برافو بوميسو. أنس العيان يخرج بوريد، صراحة حالات نادرة. أنس العيان يرسل كرة أمامية. برافو الفكرة، برافو هنا هشام دقيق. هذه الشعراوي جول. برافو المسرار، برافو. لكن يا عيني، يا سلام يا الشعراوي، يا سلام على العقبات الكبيرة، الشغل كبير الشعراوي. وهذه كرة المسرار يلعب الكرة. أنس رد بالك يا أنس. بوريد يفقد التوازن، حاول يعمل كنترول على الكرة. سالار 3 ضد 2. لا، المسرار أنا كنت أتوقع أن بوريد قدم هنا، تسدد الكرة، بعد ذلك تتحول إلى جانبها. وراسية والرايس. يا عيني، يا سلام على روعة الجول، على طريقة الأسماء الكبيرة. نعبت هنا النتيجة، وأعطل الكرة الأمام بعيدة. الرايس الفني في هذه اللحظات إذا انطلق الشوط الثاني، تسديدة والتصدي ممتاز. عبد الكريم مسلم
صدار والكرة فيها هدف إيراني. حسين طيبي يسجل الهدف الثاني للمنتخب الإيراني. لكن الكرة وصلت للرئيس الفني شعراوي. شعراوي والهدف الرئيس الفني صلار ولا زالت صعبة. والهدف هدف ثالث يعني في ظرف دقيقتين وبعض الثواني إيران تسجل. ممكن تكون بطاقة حمراء. Number 10 from Iran committed a careless foul. Final decision, no red card. الشعراوي حط الكرة ممتازة في قادمة الدقائق. الشعراوي حاول يجيب الخضوع للقرار. هذه كرة حذري صعبة. حاول يمر أنس وفي خطأ يقول الحكم. شعراوي كان قريب من الهدف. سلام فيد عن طريق علي حسن زادي. إيران كان ممكن تعدل يا بن سلام. إيران كان ممكن تعدل يا يوسف يا بن سلام. حذاري من الالتفاف، حذاري من التسديد، حذاري من صفوف المنتخب الإيراني. عبد الكريم أنس العيان بوريطو في تدخل. يعني لاحظ تدخلات الإيرانيين في هذه اللحظة. العيان الجولة الثانية وتلعب هذه الكرة. علي حسن زادي مرر كرة. هذه كرة المسرار خدمت الكرة. هذه كرة مغربية ممنوع يسدد هذا اللاعب. يلعبها طولية لكن ليس من السهل. هذه الكرة التسديد عبد الكريم يعني كثير من ترويض الكرة فوق أرضية صلبة في صافرة. 4 أهداف مقابل 3. صلار أمام الشعراوي. هذه سدد يا الشعراوي مرة جانبية. يركزون كثيرا على علي حسن. ممنوع التسديد صحيح بدخول الحارس بن سلام. ستلعب هذه الجانبية. حسين طيبي كريمي شرط التنفيذ. نرد البال. بوميزو هنا لازالت الخطورة بعيد التسديدة. عبد الكريم سد الواضح. بوميزو يلا يا بوميزو يا سلام أنس مر وبعد ذلك ما تخليش يمر يا الشعراوي. والتسديد الشعراوي سدد ورا علي حسن زادي. ممنوع التسديد والتصدي بعد ذلك العيان. وعبد الكريم اللاعب سفيان بوريطو على المنتخب الإيراني. هذه الأثناء التسديد جولان والمرور غير من الجهة اليمنى والتمويل.